حبايبي قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم مليان بالاكشن والاثارة. تعالوا نشوف فيشوا لما يكتشف حقيقة باباه هيعمل ايه، وتفتكروا فيشوا هيقدر يجيب حق باباه ولا لا، وهيقدر يحقق العدالة ولا لا، وهيكمل مسيرة باباه ولا لا. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه تعالوا بينا نشوف الملخص، بس يا ريت تكملوا للاخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا سنة 1988 وبيبعت بحتر رجالته يخلقوا فوضى في المدينة وبيضربوا الناس، وده رتنام وبيكون معدي بابنه فبيضربوه رجالة بحتر وبياخدوا ابنه منه وبيرموه. فبيجي انا يخرب بيتك، لكن بيجي انا وبيشط ابن رتنام وبيضرب في رجالة بحتر هو ورتنام. ايه ده؟ دي بتبقى مجزرة، اللي فيهم بيطول حد بيضربوا لحد ما بيخلص عليه وبتتفضل الفوضى. وبيروحوا رجالة بحتر لبحتر وبيحكوا له عن اللي انا عمله فيهم، وبيقول رتنام لانا انا هاخد ابني وهسافر على مدرسة علشان ابعد عن كل حاجة لاني ما عنديش استعداد اخسره ابدا. وبيمشي وبتقول مرات انا لجوزها خلينا احنا كمان نسافر على مدرسة علشان انا خايفة عليك وعلى ابننا. فبيقول لها ما تقلقيش معاكي هيرو، وبيخبط الباب. فبيروح انا وبيفتح الباب وبتشوف مراته ورجالة بحتر من الشباك مستخبيين بره، فبتجري على جوزها، واول ما الباب بيتفتح بيضربوا رجالة بحتر نار فبتيجي في مرات انا وبتموت. وبيروح انا على بيت بحتر ينتقم لمراته منه ومن رجالته، وبيضرب ده بالرجل يطيره، وبيكسر بتاعة الزرع على ده، وبيضرب ده بالرجل وده بالقلم وده على راسه، وبيوقع ده من على السلم، وبيكسر الباب على بحتر وبيمسك السكينة يطعنه بيها ببطنه ويموته قدام مراته وابنه، وبيسيبهم ويمشي. وبياخد انا ابنه وبيروح لرتنام المحطة وبيقول له مراتي ماتت وخد ابني معاه علشان مستقبله ما يتدمرش بسبب اعمالي هنا. فبياخده رتنام وبيقول لانا تعالى معانا، فبيقول له مش هينفع صدقني، وبيسيبه ويمشي. وفي سنة 2013 بيعمل انا مراسم ذكرى وفاة مراته، وبيروح له المحامي كريشنا وبيقول له امبارح في المحكمة كنت بترافع في قضية اغتصاب بنت اشتغلت 16 سنة عند بطل سينما وخسرتها، والبطل استخدم نفوذه وخرج من القضية، وانا جاي لك عشان تحقق العدالة. وبيصور المخرج ده فيلم في الشارع، وبيكون البطل اللي اغتصب البنت بيمثل دور في خناقة وانه بيطعن في بطنه. فبيروحوا رجالة انا وبيطعنوا البطل بالسكينة يموتوه بجد، وبيمشي والكل بيكون واقف مصدوم من المنظر. وبيدفع انا تعويض لمنتج الفيلم، وبيروح رجل الاعمال برنام لانا وبيقول انا عاوز اعمل مشروع شقق على الارض هنا وهبني لك شقة في اعلى مكان، وبيعرض عليه فلوس كتير. فبيقول له انا عارف ان في حد وراك، وطول ما انا عايش اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وبيقوم وبيسيبه ويمشي. وبيظهر فيشوا بعد ما كبر وبيكون هو ده ابن انا، وبيقدم عرض رقص على المسرح قدام لجنة التحكيم. فبيرن انا عليه فبيسيب فيشوا العرض وبيخرج يرد على باباه، وبيفكروا انا بذكرى وفاة مامته. فبيقول له فيشوا انا فاكرها طبعا يا بابا واكيد هاجي. فبيقول له لا انت لازم تنجح في عرض الرقص بتاعك مهما حصل. فبيقول له اكيد طبعا. وبتطرد اللجنة الفريق بتاع فيشوا وبيخرجوا هم متضايقين جدا، وبيقولوا لفيشوا كل ده بسبب مكالمة باباك. فبيقول لهم ولا يهمك احنا لازم ننجح عشان دي رغبة بابا. وبيتصل فيشوا على شيكو ابن رتنام وبيجيله بشاحنة البضاعة، وبيطلع فيشوا بفرقته فوق الشاحنة وبيعرضوا عليها لفتة رقص، وبيقدموا عرض راقص جامد جدا وبيخلوا كل اللي موجودين ينبهروا بيهم حتى لجنة التحكيم نفسها. وبيكون رتنام مات، وفيشوا وشيكو فتحوا مصنع لتعبئة المياه المعدنية. وبيقعد شيكو على النت عشان يدور على عروسة تكون هندية. فبيقولوا له اصحابه ومالهم الاجانب يعني. فبيقول لهم لا طبعا انا وعدت بابا اني هتجوز هندية، وهو على الاقل لما نسكر يبقى هم اللي يفتحوا لنا الباب، مش احنا اللي نقعد في البيت مستنيين الاجنبية لما ترجع لنا وهي سكرانة عشان نفتح لها. وبيروح فيشوا وشيكو يوزعوا المية على المحلات، وكل اللي بيشوف فيشوا بيكلموا عن العرض بتاع الرقص اللي عمله، وبيتشهر على اليوتيوب. وبتختار لجنة التحكيم فيشوا وفريقه للعرض النهائي، وبيتصلوا يعرفوهم فبيطيروا من الفرحة. وبيشوف فيشوا ميرا في الشارع بتجري ورا فراشة فبيعجب بيها جدا، وبتروح ميرا تشتري حاجات من المتجر. فبتشوف فيشوا وهو مركز معاه فبتخاف منه وبتخرج تجري، وبتركب عربيتها وبترجع على البيت. وبيكون فيشوا رايح يوصل طلبية مية لبابا ميرا، وميرا بتفتكر ان هو ماشي وراها فبتدخل تقول لباباها بسرعة. ولما بيخبط شيكو عليهم بيخرج بابا ميرا بالمسدس، وبيعجب شيكو بميرا لانها هندية، وبيصلح فيشوا سوء التفاهم اللي حصل بينهم وبيدخلوا يضيفوهم. وبتفضل ميرا طول الوقت قاعدة بتبص على فيشوا، وبيكون شيكو فاكر انها بتبص عليه هو. وبيرجع شيكو وبيرمي الصور اللي عنده وبيقول لاصحابه انا خلاص لقيت حبي الجديد. فبيقول له فيشوا طب وانت عرفت منين انها بتحبك؟ فبيقول له من نظراتها طبعا. فبيضحك فيشوا وبيقول له مش كفايه لازم تقول لك بحبك. فبيقول له هخليها تقول لي قريب قوي، انت مش واثق في اخوك ولا ايه؟ ما هو المصيبه انه واثق. وبياخد شيكو ورد وبيروح لميرا علشان يعرض عليها حبه. فبيلاقي مجموعه من الشباب رايحين لها بورد وبيعرضوا حبهم هم كمان، وبيقولوا له خد دورك في الصف. وبيروح شيكو عند فيشوا وهو متضايق جدا وبيقول له انت يا ابني بدل الرقص اللي انت مش فالح في اي حاجه غير فيه ده علمني حاجه تخلي ميرا تحبني. فبيقول له بس كده بسيطه لازم تخليها هي اللي تجري وراك. فبيقول له اسرق شنطتها يعني وهي تقول حرامي؟ لا غبي بجد. وفجاه بيبصوا يلاقوا ميرا داخله عليهم. فبيقول لها شيكو انت جايه علشاني صح؟ فبتقول له لا بابا اللي بعتني عشان اعزم فيشوا على
افتتاح المطعم بتاعنا بكره علشان يدوق الاكل، وانت كمان ممكن تبقى تيجي معاه. وبيكون بابا ميرا جايب طباخ استرالي بيطبخ وحش جدا، ولما بيدوقوا الاكل بيلاقوا طعمه صعب قوي، وبيروحوا كل اللي بيحبوا ميرا على المطعم، وطبعا بياكلوا غصب عنهم. الحب بهدله بجد. وبيقولوا على الاكل ان هو جميل، وشيكو وفيشوا بيتدبسوا هما كمان في الاكل. وبيكون الطباخ فرحان جدا وفاكر نفسه ان هو عامل معجزه، وبيقول لهم تعالوا كلوا بكره كمان. يخرب بيتك كرهتهم في الاكل اصلا. وبيفضل شيكو يرجع بسبب ان الاكل ما كانش حلو خالص، وبيضحك عليه فيشوا واصحابه. وبتتصل ميرا على فيشوا وبتقول له ايه انت ما اكلتش ليه؟ فبيقول لها اصلي بشرب قهوه بس الصبح. وبيقول لها شيكو بيقول لك ان الاكل كان حلو قوي. فبتقول له تمام، ممكن اتدرب معاكم على الرقص؟ فبيقول لها طبعا ممكن. وبيسالوا شيكو ايه ده، هي عاوزه ترقص معاكم؟ فبيقول له ايوه. مش انت ما بتحبش الرقص؟ فبيقول له لا طبعا، ده انا بحبه قوي بس ما بعرفش ارقص. وتاني يوم ما فيش ولا زبون واحد بيدخل المطعم. وبيقول شيكو لفيشوا انا قررت اتدرب على الرقص معاك وانا كمان. وبيروحوا كل اللي بيحبوا ميرا عند فيشوا وبيترجوا انه يضمهم للتدريب. فبيوافق. وبيتصدم شيكو لما بيشوفهم بيرقصوا حوالين ميرا. فبيقول له فيشوا روح نافسهم وارقص احسن منهم، وميرا هتسيبهم وتقع في حبك انت. فبيروح شيكو وبيقول لميرا بقول لك ايه، سيبك من رقص العواجيز دول وشوفي رقصي انا بقى. فبتقول له وريني. فبينط نطه بيتكسر فيها يا دي النيله. وتاني يوم الصبح بيمارس فيشوا رياضه الجري، وبتقابله ميرا. فبيقول لها يعني بتجري لوحدك من غير الجماعه بتوعك؟ فبتقول له ايه ده، انا اصلا ماليش جماعه وهم ليه هيكونوا معايا؟ فبيقول لها طب بصي وراكي كده. فبتلاقيهم كلهم. فبتقول له طب استنى هنا. وبتروح ميرا تقول لهم حاجه تخليهم يمشوا، وبترجع لفيشوا وبيسالها ايه ده انت ازاي مشيتيهم كده؟ فبتقول له الموضوع بسيط جدا، قلت لهم اني متجوزه. فاتصدموا كلهم ومشوا. وبيتصدم فيشوا هو كمان. وبيروح يقول لشيكو ميرا طلعت متجوزه. فبيتصدم هو كمان، ده اتصدم. وبيروح فيشوا عشان ياخد فلوس البضاعه من بابا ميرا. فبيقول له الطباخ تحب تاكل حاجه؟ فبيقول له لا شكرا، هو انت يتاكل من ايدك حاجه؟ وبيساله بيقول له ميرا فين؟ فبيقول له جوه. فبيدخل فيشوا لميرا وبتروح تجيب له مشروب. فبيستغل الفرصه وبيبص على صورها اللي على الحيط، لكن بصه سريعه كده. وبيرجع يقعد محترم. وبيسال فيشوا ميرا فين صوره جوزك؟ فبتقول له انا متجوزه الفنان المشهور سام. فبيروح فيشوا يقول لشيكو. فبيقول له شيكو ايه ده، هي ما لقيتش غير البهلوان ده وتتجوزه؟ ده بهلوان ده يا غبي. وبيروح جراب بابا ميرا عشان يدفع لفيشوا فلوسه. فبيقول له فيشوا في الحقيقه انت حياتك مميزه بس ما لقيتش غير العريس المعوق ده وتجوزه لبنتك. فبيقول له جراب بنتي اصلا مش متجوزه. فبيقول له فيشوا بقى كده. وبيفهم ان ميرا بتكذب عليه. وبتروح ميرا لفيشوا علشان تحضر حصه الرقص. فبيسالها فيشوا على سام جوزها. فبتقول له انه دايما مشغول وما بيفضاش حتى يكلمني. فبيرن تليفونها. فبيقول لها فيشوا ردي على جوزك. فبترد ميرا وبيقول لها اللي بيتكلم انا عامل لك مفاجاه وجيت من الهند علشان اشوفك. وبيكون فيشوا متفق مع واحد صاحبه علشان يتنكر في شكل سام. وبتبص ميرا وبتلاقيه في وشها وبيجري علشان يحضنها كمان. وميرا طبعا هي دي النيله وبتجري تستخبى في فيشوا وبتقول له الحقني انا مش متجوزاه اصلا. فبيقول لها ما كمل او على ما بتجيش غير بالعين الحمراء. وفيشوا وميرا بيقربوا من بعض وبيعلمها الجيتار. وبيكون شيكو متضايق جدا وبيقدم فيشوا اسم ميرا للجنه عشان تقدم العرض معاهم وبيوافقوا. وميرا وفيشوا بيطبخوا في المطعم بدل الشيف اللي جايبينه هو ما بيعرفش اي حاجه عن الاكل ده اصلا. وبيكون اكلهم طعمه حلو جدا والمطعم بيتملى بالزباين. وميرا بتتقن الرقص جدا ودايما كيشور بيتدخل بينها وبين فيشوا. وبتسال ميرا فيشوا عن زوجته المستقبليه. فبيقول لها انا ما شفتش امي واتمنى انها تكون زوجه وام ليا. وبيروح فيشوا مع ميرا على قاعه الرقص. فبيتلموا المعجبات عليه علشان يتصوروا معاه. فبتغير جدا ميرا وبتقول له يلا عشان ندخل. فبيقول لها جاي وراكي. وبيقدموا عرض على المسرح. وبيكون منافس فيشوا متغاظ منه جدا. وبيخلص فيشوا العرض وبيمشي مع ميرا. وبتقول له ميرا المفروض تقدر شعوري لما اكون معاك بدل ما تستجيب للمعجبات بتوعك. فبيقول لها بقى هي الحكايه كده. وبيرخموا الشباب دول عليهم بالعربيه ومش بيركز فيشوا في الطريق. فبيخبط في كوم الزباله ده ورجل ميرا بتتصاب وبينقلها على المستشفى. وبيعمل لها الدكتور الاسعافات الاوليه وبيطمن باباها وبيقول لهم قدامها يومين عشان تقدر تدوس على رجليها. فبيروح فيشوا المسؤول اللجنه وبيحاول يغير الرقصه عشان ميرا مش هتقدر تحضر معاه. فبيقول له المسؤول مش هنقدر نغير الرقصه، احنا في الدوري النهائي. وبيخرج فيشوا متضايق وبيفضل المنافس واصحابه يضحكوا عليه. فبيشوف فيشوا سلسله واحد منهم وبيعرف ان هم اللي هاجموه بالعربيه. فبيروح يتخانق معاهم وبيضربهم وبيفضي كل الغل اللي جواه فيهم. وبيدي لده بالبوكس وده بالرجل وبيضرب ده فيشوا بالقلم. فبيغضب فيشوا جدا وبيفضل يضربه في وشه وبيحوشوهم اصحابهم عن بعض. وبيخرج مسؤول اللجنه وبيزعق لهم وبيتكلم مع ابنه وبيقول له مفيش حاجه بتتحل بالضرب ولازم تفوز عليهم في المنافسه. وبياخد بابا ميرا بنته على كرسي متحرك علشان يروح. فبيقول لهم فيشوا انتوا رايحين فين؟ وبياخد ميرا على المصنع وبيدربها على الراس برجل واحده وهي بتستجيب معاه جدا. وبيقدم فيشوا وفريقه العرض وبينجح والكل بيحييهم حتى المنافس اللي قدامهم. وفعلا بيفوزوا بالمركز الاول. وبيوصل فيشوا ميرا على البيت. فبتقول له على فكره بقى انا بحبك جدا. فبيروح فيشوا وبيطلب ايديها من باباها. فبيقول له باباها لازم اقابل باباك الاول. فبيقول له انا بابا دايما مشغول في مومباي، ده حتى ما بيجيش يزورني غير
غير هي مرة واحدة بس في السنة ومنعني ان انا انزل هناك. فبيقول له بابا ميرا خلينا ما نقولهوش ونسافر له سوا ونعمل له مفاجأة. فبيوافق فيشوا وبيودع اصحابه وبيسافروا. وبيتصل فيشوا على عمه لكن وهو في الطيارة وبيقول له بعت لي عربية الصبح تاخدني من المطار وما تقولش لبابا ان انا جاي. فبيقول له عمه مش هينفع تيجي دلوقتي علشان الوقت مش مناسب ابدا. وما بيكملش فيشوا المكالمة وبيقفل علشان المضيفة. وبيوصل فيشوا على المطار وبيلاقي الشخص ده مستنيه وبياخده على مكان غير البيت. ولما بيسأله فيشوا احنا فين فبيقول له عمك هو اللي طلب مني ان انا اجيبك هنا. وبيدخل فيشوا وبيلاقي عمه بياخد المسدس من السواق. فبيسأل فيشوا وبيقول له ايه اللي بيحصل هنا وفين بابا. فبيقول له عمه محدش يعرف مكانه لكن هو اكيد هيعرف انك هنا وهيجيلك وهيجاوبك على كل اسئلتك. وبيقول جراف لفيشوا انت قلت ان باباك رجل اعمال. فبيقول له ايوه لان هو ده اللي انا اعرفه عنه. فبيقول له لو هو فعلا كده فهو ليه هيستخبى من الشرطه غير لو كان بيعمل حاجه غلط. فبيقول فيشوا لميرا صدقني انا متفاجئ زيكم بالظبط وما اعرفش اي حاجه. وبيبعت انا لفيشوا واحد ومن واحد لواحد في اماكن مختلفه لحد ما بيوصل فيشوا لباباه. وبيقول له انا دلوقتي بس قدرت افهم انت ليه ما كنتش عاوزني اجي هنا علشان ما اعرفش وشك الحقيقي. طب عشان مين بقى انت ضحيت بيا انا وامي. فبيحيوا الناس انا. فبيبص فيشوا عليهم وبيقول له علشان حب دول ليا. وبيحكي له على الماضي من اول ما هجموا رجاله بختر عليهم وقتلوا مامته وهو اتدرى تنام علشان ما يدمرش مستقبله. وبيقول له بهايمه ابن بختر حاول يقتلني لكن الرصاصه ما جاتش فيا وقبضوا عليه ودخل السجن. ولما خرج انضم للمنافس بتاعي في الحزب وقتل مرشح الانتخابات وخلى وزير دمر لي كل اعمالي وحطوا لي مخدرات في المستشفى وفي السفن. ودلوقتي الشرطه بتدور عليا في كل مكان وبسبب حب الناس ليا اضطريت استخبى من الشرطه. فبيقول له فيشوا لا يا بابا سيب كل ده وتعالى معايا. فبيقول له ما ينفعش ارجع انت وانسى كل اللي شفته هنا واتجوز اللي بتحبها. فبيقول له فيشوا انا كنت عايش مبسوط هناك علشان كنت فاكرك سعيد هنا. وبيجي عمه وبيقول لهم بابا ميرا خد بنته وراحوا على فندق وهيسافروا بكره الصبح. فبيقول لهم انا هروح لهم بنفسي. وبياخد انا فيشوا وبيروحوا على الفندق وبيترجى انا جراف وبيقول له ما تخليش ابني يدفع ثمن اخطاء. فبيتعامل جراف معاه بغرور وتكبر. وفجاه الشرطه بتهجم عليهم فبيضربهم انا وبيخرج عشان يهرب. فبيلاقيهم ماسكين ابنه فبيقف في مكانه ثابت خالص. وبترفع ميرا وجراف المسدس وبيتصدم فيشوا. وهنا بقى بتكون المفاجاه ان ميرا وجراف شرطيين وكانوا بيخدعوا فيشوا علشان يقدروا يوصلوا لانا ويقبضوا على انا. وبيركبوا العربيه وبيمشوا وبيكون فيشوا حزين جدا ومصدوم. وفجاه بتنفجر عربيه الشرطه بانا وبيطيروا الواقفين من قوه الانفجار. وبيكون بهايمه ابن بختر هو اللي فجرها عشان ينتقم من انا لباباه. وبيقوم فيشوا من على الارض وهو مصدوم. وبيعملوا الناس مظاهرات ضد الشرطه بسبب موت انا. وبتعلن الشرطه حاله الطوارئ في الشوارع علشان يسيطروا على الوضع. وبيرجع فيشوا على البيت وبيبص لصوره باباه وهو حزين. وبتطلب ميرا من جراف انها تحقق في قضيه قتل انا. فبيقول لها مهما عملتي مش هتوصلي لاي حاجه علشان هو ده الوضع هنا. وبيكون بهايمه فرحان جدا ان هو قتل انا وبينشر رجالته في المدينه عشان يسيطروا عليها بالقوه. وبيروحوا الناس يشتكوا لعم فيشوا من ظلم بهايمه. فبيقول لهم فيشوا اطمنوا كلكم انا هنا عشان كنتوا. فبيقول له عمه اللي حصل حصل وخلاص خد انت بقى تذكرتك اهي وارجع تاني مكان ما جيت ومالكش دعوه باللي بيحصل هنا. وبيمشي فيشوا لكن وهو في الطريق بيشوف رجاله بهايمه بيضربوا واحد في الشارع وبيمسكوا السكينه عشان يقتلوه. فبينزل فيشوا من العربيه وبيجري وبيمسك اللي معاه السكينه وبيضربه في الازاز بتاع العربيه وبيضرب دول كمان. فبيخنق ده فيشوا بالحديده فبيضربوا فيشوا في وشه وبيخبطوا في العمود وبيضرب دول وبيحدف ده في التوك توك وبيمسك الباقيين وبياكلهم حته علقه. وبيقدر ان هو ينقذ الشخص منه. والله يا ابني امك ده عيال. وبياخدوه على المستشفى وبيروح عمه وبيزعق له وبيقول انا قلت لك امشي من هنا. وبيعرف بهايمه باللي حصل وبيبعت رجالته لفيشوا علشان يقتلوه وبيضربوا عليه نار. وبيجري فيشوا وبيستخبى وبيضرب فيشوا ده وبيجري يتعلق في الحديده دي وبيضرب الاتنين دول بالرجل وبيمسك حديده وبيخبط ده وده كمان وبيمسك السكينه من ده وبيتحمى فيه من الرصاص وبيعملوا درع بشري وبيزقوا عليهم وبيجري. فبيهجم ده عليه بالساطور فبياخد فيشوا منه الساطور وبيموت بيه ده وبيجرح ده ببطنه وبيطعن ده وده كمان. وبيقعد فيشوا وسط الناس وهو ماسك الساطور. وبيروح برنامج بقوات الشرطه علشان يهدوا للناس بيوتهم وينفذوا مشروع الشقق على الارض. فبيلاقوا رجاله بهايمه متعلقين على الشجره وبيكونوا مقتولين. فبيخاف بتاع الونش وبينزل فبيركب برنام بداله وبيشغل الونش. فبيقف له فيشوا والناس في ظهره فبيخاف برنام وبيتراجع هو والشرطيين. وبيقبضوا الشرطيين على فيشوا في قضيه قتل رجاله بهايمه وبيفضلوا يضربوه ويعذبوا فيه في الزنزانه. فبيروح عم فيشوا ورجالته علشان يشوفوه ويدفعوا له الكفاله ويخرجوه. لكن المفتش بيرفض ان هو يخليهم يشوفوه وبيتهاجم عليهم. فبيلاقي الناس كلهم واقفين بره علشان فيشوا فبيخاف وبيقول عم فيشوا للمفتش لو فيشوا حصل له زي بابا انت حر. وبيمشي وبتسمع ميرا الشرطيين وهما بيتكلموا على قضيه فيشوا وبيعذبوا الشرطيين فيشوا. وبيروح له بهايمه الحاج وبيقول له انت مش عارف انت بتتحدى مين. فبيقول له فيشوا انا هقتلك زي ما قتلت بابايا. فبيغضب جدا بهايمه وبيحط المسدس في راسه. فبيقول له المفتش انا هخرجه لك حي من هنا وبقتله
اقفله بره عشان ما تعمليش مشاكل. وبتروح ميرا لفيشوا الحاج وبتخليهم يفكوه وبتزعق مع المفتش لانهم ضربوه، وبتدخل تدي لفيشوا ميه فبيزق الكوبايه من ايديها وبيقولها اخرجي بره. وبيتصل المفتش على الوزير يعرفه ان ميرا هنا، فبيكلم الوزير جراب وبيخليه يكلم ميرا وبيقولها امشي من عندك وما تتدخليش في شغلهم تاني ابدا. وبتمشي ميرا وهي متضايقه جدا، وبيفضي المفتش الاسم وبيدخلوا الرجاله دول وبيخطفوا فيشوا وبيبهدل المفتش الاسم وبيقول لهم اضربوني، فبيضربوه وبيقول لهم كفايه كده بقى يلا امشوا. وبعد شويه بيجوا رجاله بهايمه وبيقولوا للمفتش فين فيشوا بقى، فبيقول لهم مش انتوا اللي كنتوا هنا من شويه؟ لو حياه ماما، وبالقلم على وشه احسن احسن. وبيزعق جراب مع المفتش وبيقول له انت لازم تجيب فيشوا للمحكمه. فبيبصوا وبيلاقوا ميرا والناس جايبين فيشوا وداخلين بيه المحكمه. وبتقول ميرا لجراب ان مسؤوليتنا ان احنا نحمي المدنيين مش هما اللي يحمونا بسبب مفتش فاسد زي ده. وبتبرأ المحكمه فيشوا لان محدش بيشهد ضده في جريمه القتل. وبيقول المحامي كريشنا لفيشوا كل ده بسبب احترام باباه. وبيفرحوا الناس كلهم لما بيشوفوا فيشوا وهو خارج وبيقدم لهم فيشوا التحيه وبياخد فيشوا مكان باباه وبيخلوه الناس زعيمهم وبيحقق فيشوا العداله، واي حد بيحتاج للمساعده بيروح له وبيرجع له حقه. وبيكون بهايمه متغاظ منه جدا وبيرجع شيكو على مومباي وبيقول لفيشوا ايه ده بقى انت مش محتاج لكل ده، خلينا نمشي من هنا. فبيقول له ما بقاش ينفع. وبيقول بهايمه للوزير هو انا ساعدتك عشان تنجح عشان تسيب لي فيشوا يكبر؟ فبيقول له الوزير وانا هعمل له ايه يعني، في مجموعه كبيره من الناس بيدعموه. فبيقول له اننا لازم نتعامل معاه بذكاء السياسه علشان ندمره. وبيكون في احتجاج في الشارع وبيروح المفتش لرجاله بهايمه وبيشوف المفتش كومار وهو بيصور في فرح جولي المفتش وهو داخل لرجاله بهايمه وبيروح يصور الحوار اللي بيتم من غير ما حد يشوف. وبيقول رجل المفتش ان في اشتباكات هتحصل بين المحتجين النهارده واكيد فيشوا هيجي عشان يحل مشاكلهم واحنا في الوقت ده هنقتله، ومهمتك بقى انك تمنع الشرطه تدخل. وبيتقسموا رجاله بهايمه لمجموعتين، مجموعه بتدخل بين المحتجين ومجموعه بتدخل بين المدنيين وبيحدفوا طوب على بعض وبيعملوا اشتباكات. وبيكون كومار بيصور كل حاجه وبيشوفوا راجو وبيجروا وراه وبيهرب كومار منهم وبيركب القطر وبياخد الشريط من الكاميرا وبيسيبها لهم وبينزل في المحطه وبيتصل على فيشوا لكن ما بيلحقش يقول له حاجه والموبايل بيقع منه. وبيروحوا له رجاله بهايمه فبيجري منهم وبيتصل العم على فيشوا عشان يروح يفض الاشتباك. فبيروح فيشوا وبيحاول ينقذ المدنيين وبيضرب المحتجين وبينقذ جولي قبل ما تقع على النار. وبتفضل جولي تبص له باعجاب وبتيجي الاسعاف تنقل المصابين وبيحزن فيشوا جدا من الدمار اللي شايفه. وبياخد فيشوا المحتجين يشوفوا الناس المصابه وبيقول لهم ذنبهم ايه تعملوا فيهم كده، ده انتوا كلكم من بلد واحده ومفيش فرق بينكم ابدا. فبيحسوا بالندم وبيرموا الاسلحه من ايديهم وبيوحد فيشوا الناس وبيخليهم يساعدوا بعض كمان. وبتعرض الاخبار صوره للاشخاص اللي كانوا السبب في الاشتباك وبتروح ميرا تسال عليهم وبتقول للناس لو حد يعرفهم يقول لنا عليهم وما تخافوش. فبيقولوا لها هنخاف ازاي اذا كان زعيمنا فيشوا موجود معانا. وبتروح جولي وبتسال على فيشوا فبيقول لها شيكو عرفيني عاوزاه ليه. فبتقول له في حد سرق مني حاجه وانا عاوزاه يساعدني. فبيعمل شيكو فيها وحش الشاشه وبيقول لها بس كده تعالي معايا وريهولي. وبيضرب الناس فبيسالوه هو ايه اللي اتسرق منها. فبيسالها شيكو هو ايه اللي اتسرق مني. فبتقول له قلبي هو اللي اتسرق مني، شوف يا اخويا البنت. وبيعتذر شيكو للناس وبيقول لها مين اللي سرق قلبك بقى يا اختي. فبتقول له فيشوا. وجولي بتروح لفيشوا البيت وبتحبس شيكو في الاوضه وبتقدم لفيشوا الاكل. فبيجري شيكو عشان يكسر الباب فبيفتح فيشوا الباب وشيكو بيقع على الارض وجولي بتضحك عليه وبتعلن الاخبار عن موت المصور كومار. وبتزعل جولي عليه جدا وبيشوف فيشوا الخبر وبيقول ان هو اتصل بيا قبل ما اروح على الاشتباك اكيد كان عاوز يعرفني حاجه. وبيروح فيشوا على بيت كومار وبيلاقي رجاله بهايمه هناك وبيكونوا قلبين البيت علشان يلاقوا الشريط. فبيمسك فيشوا راجو وهو بيهرب وبيعرف منه انهم قتلوا كومار بسبب الشريط اللي صوره يوم الاشتباك لكن ما لقوش الشريط معاه. وبيفكر فيشوا وبهايمه ممكن يكون الشريط راح فين. فبيوصلوا ان اكيد في حرامي هو اللي سرق الشريط من جيب كومار وهو في القطر. وبيقرروا انهم يروحوا لزعيم النشالين عشان يعرفوا منه مين اللي سرق الشريط في القطر. وبيوصل فيشوا لزعيم النشالين قبل بهايمه وبيعرف منه ان اللي سرق الشريط اسمه ناندو. وبيوصل بهايمه متاخر وبيعرف ان فيشوا سبقه وبيعرف ان ناندو هو اللي معاه الشريط. وبيتصل بهايمه على المفتش عشان يوقف فيشوا في الطريق. وبيعمل فيشوا وبهايمه اتصالاتهم عشان يوصلوا الرقم ماندو والاتنين بيعرفوا الرقم في نفس الوقت لكن فيشوا هو اللي بيوصلوا الاول على التليفون. وفجاه بيقطع المفتش الطريق عليه لكن فيشوا بيهرب بالعربيه وبيخلي ناندو يوصف له مكانه. وبينط فيشوا من العربيه وبيخلي رجالته يمشوا والشرطه ما بتشوفش فيشوا وبتطارد العربيه. وبيوصل بهايمه قدام ناندو لكن ما بيعرفهوش وبتوقف الشرطه العربيه ومش بيلاقوا فيشوا فيها. وبياخد فيشوا الشريط من ناندو وبيرد على بهايمه يعرفوا ان الشريط معاه. فبيغضب جدا بهايمه وبيسلم فيشوا الشريط للشرطه وبتعرض الاخبار الشريط وبيقول ان المفتش وبهايمه والوزير هما اللي متورطين في الاشتباك. وبتقبض الشرطه على بهايمه وبينكر الوزير ان هو له اي علاقه بيه وبيحكم القاضي على بهايمه بالسجن. وبيروح فيشوا لبهايمه السجن
وبيقول له بابا كان شخص طيب علشان كده سابك عايش، انما انا لا، ومش هخلي الصبح يطلع عليه. وبيكون بهايمة قلقان جدا وبيضرب بهايمة الشرطي ده وبيهرب من السجن وبيروح للوزير عشان يساعده، فبيلاقيه مقتول. فبيتصل فيشو على بهايمة وبيقول له انا اللي خططت لهروبك من السجن عشان اعرف اتهمك في قتل الوزير. وبيهجموا الشرطيين على بهايمة وبيقبضوا عليه وبيقتل بهايمة الشرطيين في عربية الترحيلات وبيهرب منه. وبيقول جراف لميرا لازم نقتل بهايمة ورجالته. وبيروح فيشو يحضر احتفال فبيفضل يشرب لحد ما بيسكر وبيقوم يغني وبيرقص معاهم. وبعد ما بيخلص الاحتفال بيكون فيشو سكران جدا وبينام في الشارع، ولما بيصحى بيلاقي نفسه على مركب في النهر ومحدش حواليه. وبيرجع فيشو على البيت وبيلاقي اصحابه كلهم مقتولين والناس بتفضل تعيط عليهم. وبيقولوا الشخص ده احنا ما نعرفش ايه اللي حصل، احنا لقينا جثثهم الصبح كده. وبيقولوا شيكو انهم قتلوا جولي اللي حبتها. فبيعيط فيشو وبيسأل على عمه فبيقولوا ده ما نعرفش مكانه، احنا خايفين لا يكون اتقتل هو كمان. وبيتصل بهايمة على فيشو وبيقولوا لو عاوز عمك حي تعالى لي لوحدك عشان تاخده. فبيروح فيشو وبيخلي راجيش يستنى بالعربية بره. وبيروح فيشو يلاقي عمه مربوط فبيفكه وبياخده عشان يمشي، لكن بيلاقي بهايمة ورجالته محاوطينه. فبيقول فيشو لبهايمة خلي عمي يمشي وانا معاك اهو. فبيطعن العم فيشو من ظهره. يا لهوي على الندالة. وبيبص له فيشو في صدمة. وبيكون عمه متفق مع بهايمة عشان يسلمه له وبيعرفوا انه عمل كل ده عشان فيشو خد الامبراطورية اللي هو كان هيورثها بعد اخوه انا. وبيقولوا انا اللي قتلت اصحابك بعد الحفلة على فكرة، ولما جولي شافتنا خدتك وهربت بيك في المركب وعلشان كده قتلناها. وبيوقع العم فيشو في الارض وبيقول لبهايمة خلاص عليه وانا ههتم بمشروع برنام. وبيركب العم مع راجيش وبيسألوا راجيش على فيشو فبيقول له اديلي التليفون. وبيتصل عمه على الشرطة وبيقول لهم بهايمة قتل فيشو تعالوا اقبضوا عليه وبيعرفهم مكانه. وبيتصل على برنام وبيقول له هات الفلوس اللي انا قلت لك عليها وانا همسك الارض. وبيسألوا راجيش وبيقول له هو ايه اللي بيحصل ده؟ فبيقول له هو انا هفضل شغالة عند فيشو طول عمري كده ولا ايه؟ انا كده خلاص خلصت من بهايمة ومن فيشو مع بعض وبقيت انا الزعيم وانت المساعد بتاعي. فبيعيط راجيش وبيعمل حادثة بالعربية يفجرها وبيختفي فيشو وبهايمة ورجالته بيدوروا عليه. فبيضرب فيشو بالرجل يطيره وبيسحب ده من قفاه وبيرزعه في الارض وبيخبط ده في دماغه. وبيتصل الشرطي على ميرا وبيقول لها جات لنا معلومات ان بهايمة قتل فيشو وبيعرفها مكانه. وبيضرب فيشو ده بالرجل في صدره وبيشيل ده وبيضربه في السور وبينط على ده يوقعه. وبتحزن ميرا على فيشو وبيخلص فيشو على رجالة بهايمة وبيقعد له. فبيهجم بهايمة عليه بالسكينة فبيضربه فيشو بالرجل وبيفادي نفسه من السكينة وبيدي البهايمة بالبوكس في وشه وبيمسك السكينة منه وبيلفه في الهواء يوقعه وبيقول له قوم لي. فبيقوم له بهايمة وبيحاول يضرب فيشو فبيضربه فيشو بركبته في وشه، لكن بهايمة بيضرب فيشو في الجرح بتاعه وبيفضل يضربه بالبوكس فبيديله فيشو بوكس يطيره وبيخبط راسه في الحجرة دي وبينط عليه بالرجل يوقعه. فبيمسك بهايمة السكينة وبيطعن فيشو في دراعه فبيفتكر فيشو باباه وبيطعن بهايمة بالسكينة في رقبته. وبتوصل ميرا وبتلاقي المكان مليان بالجثث وفيشو بيكون عايش. فبتضرب ميرا الجثث بالنار وبتقول للشرطة انهم حاولوا يهربوا وانا قتلتهم. وفيشو بيستخبى وبتقدم ميرا استقالتها وبتقول لجراف ان حب فيشو عندي احسن من مليون شغل. وبيهرب برنام من مومباي لان فيشو بيكون هو اللي سيطر ومحدش بقى يقدر يقف قدامه. وبيعدي كام شهر وبتتجوز ميرا فيشو وبيروح المحامي كريشنا لفيشو علشان يخليه يحقق العدالة في قضية خسرها في المحكمة. وهنا بقى بيظهر فيشو بمظهر باباه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.